قديش سرعة المروحية؟ شو بعرفني قديش سرعتها؟ ابني على هالأساس رح نسلم. يكون المعلم لسه بده شوي، ما هيك؟ صرنا الهليكوبتر طايرة من فترة. هلا وقت الست المدعية. وقفوا، لا حدا يقوز. ها، اجا المسؤول تبعهم. يلا قوم سلم حالك. انت ما بدك تسلم حالك؟ لا تقوصوا، سلموا حالكم. ارمي سلاحك وروح. قل لهم المعلم ميماتي جاي. نحن بنستسلم، لا تقوصوا. يا اهبل، انا هيك قلت لك تعمل؟ رح نستسلم، لا تقوصوا. ولا حركة. شبنا تليفون. المدعية عم تتصل. انتوا شو مفكرين حالكم عم تعملوا؟ ولا شيء، عم ننظف الجهاز تبعك من الخونة. عبد الحي بقي فوق، بس يجي لازم تسلموا وثيقة شكر باسمكم. هيا خواني، انت عن شو عم تحكي؟ حضرتك يا ترى كان معك خبر انه رجالك الشجعان خطفوا كارا؟ قبل شوي عرفت. لو حاكين معي من الأول ما كان وصلنا لهون. هذا الحكي لازم تقوله لعلمدار. علي، روح جيب عبد الحي وتعال. الكل ينزل سلاحه، نزل. الرقم المطلوب مغلق حالياً. الرجاء الاتصال لاحقاً أو ترك رسالة صوتية. الظاهر ما بيحب يحكي مع المدعية، تليفونه لهلأ مسكر. يمكن عم عطلك عن شغلك. شو في أهم منك؟ شكرا يا كابتن. يسلموا هاليدين. مراد علمدار، ممكن تخبرني ليش تعذبت كل هالقد مشاني؟ إذا ما تعذبت مشانك، مشان مين بدي تعذب يا كارا؟ مراد علمدار، أنت طلعتني من هون لأنه في مهمة خاصة بدك تكلفني فيها. لوين بدنا نروح؟ احكي لي من الآخر نشوف. رايحين نشوف فرقة شهبران الخاصة، بدي سلمك لإلهم. عم تحكي جد؟ مراد علمدار كنتي مفقودة، بس لاقيها بعدها رح سلم حالي لمين ما بدها. كنتك مع نفس المجموعة. يعني هلا هي معهم؟ يا اما معهم يا اما بين ايديهم، مع عابد وعنصر تاني من عندي. اخذين عابد رهينة مقابيلي؟ يعني مفكرين حالهم انهم رح يروحوني؟ يعني هلا هن ناويين ياخذوني مشان ياخذوا تار رئيسهم شهمران مني؟ هيك بالضبط. جربنا كل الطرق لنوصل للزلمة، بس ما عم يترك وراه خيط. وهلا ما بقي عنا غير انه نعمل تبادل. اي ماشي،
بس بدي منك شغلة واحدة. إذا مت أنا أنت بدك تربي حفيدي. الرقم المطلوب مغلق حاليا. الرجاء الاتصال لا. الو مين؟ عمران، أنا ليلى. إجا مراد؟ لسه ما اجا استاذي. طيب ما في شي تليفون أحكي معهم عليه؟ لا والله مع الاسف ما في. خلي يحاكوني بس يجوا، قلن الموضوع مهم كتير. هذا لسه لهلأ ما خلص. أنا الانتظار بيحرق لي أعصابي كتير. بعرف. سيدي رح نتأخر على العدلية. في خبر من المخابرات؟ ما في سيدي. طوفان شو في؟ سيدي قدر مراد علمدار يهرب كارا من بين ايدينا. قلت له للغبي اقتل كارا وخلصنا منه. سيدي مراد علمدار قتل زلمتنا قبل ما يهرب. ايه منيح اجت منه، والا انا كنت رح اقتله. سيدي عم يتصل المحامي. قل له نحن طالعين. يلا طالعين. شو لهلأ ما طلع المدعي من المحكمة؟ اي مدعي؟ ما فهمت. المدعي اللي لازم قابله مشان أقدم له اعتراف. أعطي خبر للمدعي محمد، رح نقابله مشان ملف كنان قطرجي. ايه ماشي استاذي. أنا فكرت كتير بالقصة، ما عم بقدر أطلع بنتيجة. يعني بفرض هي البنت خاينة، طيب ليش ما قتلتنا؟ لو بدها كانت قتلتني بكل سهولة. الوحدة بتقدر تخون كل شيء، الزوج والإيديولوجية، بس ما بتقدر تخون حبيبها. معناتها البنت حبته لفرمان. طيب شو خططك؟ شو بدنا نساوي؟ هلأ بدنا نستنى ليتصل ويحدد لنا الوقت والمكان. طيب معلم هاجمين على رجالنا بالمقبرة. قليلين الشرف. شو القصة مراد علمدار؟ كارا لا تعمل شيء، اوعك تروح، راجع لك. شو صاير؟
ليش انزعج من الخبر وراح دغري؟ يا أخي المعلم مراد حاطط رجال عند قبر ابنه. ايه مشان هذا السافل يشار ما يعني خلص خلص لا تكمل السيرة خلص. هذا واحد حقير من يومه. سيادة المدعية بتشكرك، نحن بنحل الباقي. سيادة المدعي في مانع من وجودي وقت الإفادة؟ ليش ما بتوثقي فيني؟ لا مو شغلة ثقة، سلوى مهمة كتير بالنسبة إلي وحابة وقف جنبها. محامي سلوى موجود معها ليساعدها، وجودك هون رح يعمل لنا مشكلة لإلنا نحن الاثنين. وضعي منيح، لا تشغلي بالك. حضرة المحامي، بس تخلص سلوى لا تنسى تمر وتجيب لي إفادتها، وبتنزل الشغلات اللي قلت لك إياها بالضبط. أستاذي رجاءً. ماشي، شكراً إلك. صحيح اتصلت سيادة المدعية؟ أخي لا تتفاجأ، ما اتصلت فيك وحدك، اتصلت فيني كمان. ايه وليش لا تتصل فينا يعني؟ لأنه ما عم تصل للمعلم. ليش شو بده يكون؟ بتكون المدعية سمعت أنه صارت معنا معركة. بمين عم تتصل؟ عم بتصل فيها لأنها بعت رسالة إنه لازم نتصل فيها بأقصى سرعة. طيب ضلك عم تتصل لحتى ترد عليك وتعرف شو بدها. خير أستاذة، اتصلتي فيني؟ أخي ليش ما بتطلعوا على تليفوناتكم؟ صاير شيء أستاذة؟ شو بده يصير؟ سلوى هون عم تقدم إفادتها. وليش رجعوا ياخذوا إفادة سلوى؟ قالت إنه قتلت كنان فقرروا يعيدوا الإفادة. شو صاير مع سلوى عبد الحي؟ راحت سلوى واعترفت إنه قتلت كنان. شو عقلها هي البنت؟ وليلى المجنونة شلون بتسمح لها بهالشي؟ هي البنت من ورا عقلها رح تخرب كل شي. مشان هيك اختفيتي من الساحة؟ سيدي انتو طلبتوا مني جيب كارا، وأنا عملت كل شي بقدر عليه لأكون قريبة منه. نحن ما قلنا لك جيبي ولد، بس ما كان عندي حل تاني لحتى أكسب ثقة كارا. يا ترى هلأ كسبتي ثقة كارا؟ كسبتها لوقت قتلته فرمان، بس انتو نزعتوها. يعني زعلتي على فرمان؟ بدل طبعا أبو لابنك. كنتوا لازم تعطوني خبر من قبل. ليش بقى؟ كنتي حتمنعينا؟ ما حسنت امنعكم، ايه بس رح اخذ بتارو. معناتها بتروحي لعند مسؤولة المدينة. نحن ما قتلنا لفرمان. تركني من هالحكي الفاضي. شو عمل كارا لما شاف ابنه؟ زعل كتير؟ ما رح تعرف هالشي ابدا. الحب عمالك عيونك. لا تزعلي وفكري بابنك. لا تخاف، رح انتقم منك. هلا بيكون كارا مشغول باله عليكي، بس أنا رح أديله باله. يلا خذوها لتحت.
نزلني لشوف هدول. شو عم تعمل عندك انت وياه؟ عرفت انك خطفت ابني مني، ولتخبيه عملت كأنه القبر تخرب وانسرقت الجثة. انجي حلي عني هلا، ماني فاضي لجنانك. مراد على مدار، شو عم تعمل هون؟ ليش هذا القبر مفتوح؟ إذا بتلاقوا يلي فتحوا يا ريت تخبروني. أنا عم بسألك. شو يعني مفكرين إنه أنا أجيت ونبشت قبر ابني؟ لو كان قبر ابنك طبعا ما رح تخربه، بس ابني عايش. انجي خسرتي عقلك وخسرتي ابنك وخسرتيني. ما في داعي لهالحكي، بدك تروح معنا على العدلية. إذا ما رحت معه رح ياخد إجراء بحقك. تفضل. مراد خلصني بقى، خليني أشوف ابني مرة واحدة وريحني. شو وين سلوى؟ عم تقدم إفادتها عند المدعي. وين غرفة المدعي؟ شو رح تعمل؟ بدك تداهم غرفة المدعي؟ شلون بتسمحي بهالشي؟ المسكينة اعترفت على حالها لحتى ما يصير عليك شي وتتبهدل. اتصلت فيكم 50 مرة، لو حدا منكم مطلع على تليفونه وما وصلت الشغلة لهون. ما كنا غايبين بمزاجنا، كنا غرقانين بشغل. هلا خلصونا من هالحكي، شو لازم نعمل؟ ما عنا غير شغلة واحدة، نثبت انه القتل كان دفاع عن النفس. ما في هيك شي، هي ما قتلت، لهيك ما في شي اسمه القتل دفاع عن النفس. سلوى عم تخبص. انتو شو صار معكم؟ سيادة المدعية للأسف حول على التوقيف. شلون يعني توقيف؟ انت شو فايدتك؟ ميماتي روق، هدي حالك، خلينا نشوف سلوى بالأول. يا سيد في موقوفة ما بيصير تدخل. تعال اتركه، ما بيصير تدخل. أخي بدي أشوف مرتي لبين ما يجي القاضي. اوعك تزعل مني. شلون يعني ما أزعل منك؟ لا تزعل. فيني أفهم ليش ما سمعتي كلمتي؟ إذا حطوك بالسجن ما رح تطلع، أنا بفوت وبطلع. كأنك مفكرة السجن سفرة على شي مصيف؟ لا طبعا، السجن هو السجن. ما رح تدخليه، بتقولي إنه يلي حكيتيه مو صحيح، كنتي متخانقة معي أنتي حكيتي هيك. بدي أعمل اللي براسي مو اللي بتقوله أنت. ليش عم تعانديني هيك؟ أنا بدي أعيش معك سعيدة لآخر نفس. هالشغلة إذا ما انكشفت اليوم بكرة بتنكشف. ليش لعيش خايفة وقلقانة؟ أنا حليت الشغلة ومشي الحال.
حرقت الطب الشرعي كله. يعني محيت الأدلة؟ ايه مزبوط. وأنا بمحي الأثر اللي جواتي. الحق معي، وأنا رضياني باللي حيصير. خلي العالم كله يعرف شو آخرة السفلة. نهاية السفل يلي بيعتدوا على مرة هو الموت. لا تبكي، عم قلك لا تبكي. لا تبكي حتى ما اطلع هلا وقتل لي 20 زلمه. ها خلاص لا بقى تبكي. اذا بتحبيني عن جد لا تبكي. عم ببكي لأني بحبك. بترجاك سيادة القاضي. سيادة المدعية شو عم تحكي؟ عيب. خلص لا تدخلوها السجن، ما في داعي توقفوها، وخذوا بعدين الإجراء اللي بدكم إياه. استاذي ما تعملي هيك مشان كرامة المهنة، وأنا ما سمعت اللي قلتيه. اسمعوا، الشغلة بالنسبة إلي قضية شرف أكبر من شرف المهنة. المسكينة قتلت الشاب غصبا عنها، الشاب اللي حاول يغتصبها ويهدد حياتها. ما بتحمل تنهان زميلة إلي لهالدرجة. رجاء استقيلي من وظيفتك. ما تعذبي حالك، الربطة قوية. فكرت انك لما حتشوفني رح تقطع كل شي، بس يلا ولا شي. شو شفتيني قدامك وما صدقتي حالك مرة تانية؟ ايه ما صدقت حالي، خجلت قدام المعلم مراد، ما زبطت معي. نحن إذا طلعنا من هون أكيد ما رح نضل خجلانين قدامه. صحيح المكان حلو ونظيف، بس رح أصرفكن من هون. هي أنا عندك، اترك هالبنت تروح. يا عيني، لهالدرجة بتهمك البنت؟ نصيحة مني لإلكن، الحب ما بيفيد، التضحية بين الفدائيين بتخرب كل شيء. ما هيك يا زيلان؟ على طول عم تطلع قدامي يا مكتب. كأنك انت اللي عم تطلع قدامي؟ ايه بس هي آخر مرة، استمتع فيها قد ما بتقدر. من هلا ورايح الكاميرات رح تروح على جنازتك. يا ما حاولوا يقتلوني يا مراد على ندار، بس مثل ما انك شايف ليكني واقف وراسي مرفوع. كان بدي خليك تختخ كل عمرك بالسجن. حابين نعرف شو اللي عم تحكوا فيه مع بعض، وشو رأيك بالتهم الموجهة للسيد مكتا؟ أنا شخصياً رح أعمل كل يلي بيطلع بإيدي من شان متى لتتحقق العدالة. سيد مكتا، وأنت شو رأيك بهذا الموضوع؟ مراد علمدار أخ عزيز على قلبي، رجال ما بينسى الأكبر منه، وجاي ليوقف جنبي. أنا بحب أكد على هالشي مرة تانية، طالما أمتنا لسه فيها أمهات بتولد هيك أبناء، أكيد ما رح تبقى من دون رجال، وبالنسبة إلنا ما رح نبقى قلقانين عليها. تصريحات قبل النتائج ممنوعة. شو رأيك باللي صار؟ لا تعذبوا حالكم. لو سمحت سؤال بس،
شو رايك باللي صار استاذ متى؟ سيد متى؟ هلا ما في تصريحات. بدي اخذ منه بس جواب لو سمحت. شيل لي هالكاميرا لشوف. اقول لك طيب صور. شو بك؟ شو ما في باب الدقه؟ معلم قالوا رح يوقفوا سلوى. شو عم بتقول ريس؟ انت ليش مالك جوا؟ لأنه إجا القاضي. خليك واقف جنب البنت. خاف إني أضربه. يعني رح يطلع قرار توقيفها وما في شي جديد. خليك واقف جنب البنت. ناكل نفس الأكل ومنشرب نفس المي. بس حابب أفهم شلون جسمك بيحول كل هالشي لطاقة سلبية. شي مرة تفائل يا أخي. بيكفي إنك ما تنام بتصير مثلي. برافو، رفعت لي معنوياتي. قاتلت وتوقفت 1000 مرة، ما تعبت هيك ولا مرة. اجا البوم تبعنا. شو عم تخبص؟ قلت انك بوم، شو فيها؟ هذا همك؟ ما بتخجل انك رح تورط اختي؟ ريس، فوت لجوا وقل لهم نهاد شاكر جاي يسلم حاله. انا اللي قوصته لكنان. كنان ما مات قواص يا قليل العقل يا ولد. ما عاد استحمل ولدنتك. انا بفرجيك. ميماتي بكفي. خلص خلص اتركوني. معلم ميماتي، معلم روق شوي يا معلم. خذ نفس، خذ نفس عميق، خذ نفس وصحصح. روق اعصابك، روق. تفو. لا تفو. الحمد لله والشكر، الحمد لله صحيت على حالك. معلم، امتى رح سلم حالي؟ قبل توقيف سلوى ولا بعد توقيفها؟ امتى قل لي؟ ايه بعد عني، شو قصتك؟ انا بأمرك معلم. انت ليش بدك تسلم حالك يا مجنون؟ معلم اتصلت فيني الست سلوى، واللي صار انا رحت شفته، ومثل العاده طار عقلي من راسي، منعتها من انه تسلم حالها. اخذته ودفنته بايدي بالغابه. انا معي تقرير عن حالتي، يعني ما بنام عليها كثير. انت شو شربان حتى عم تخبص؟ انا هيك بدون شرب معلم. جيب لك شي تشربه؟ خلص ليلى؟ شو خلص؟ يمكن عم بموت، ما حدا بيرد على التليفون. بنت طايشة واجت سلمت حالها. شو بدي احكي؟ بلا ما تحكي شي. الحق هلأ ما عاد بيفيد حدا، خاصة صاحب الحق ما بيفيده أبدا. شلون هلأ بدها تنام؟ ما بعرف شلون بدها تنام، بس رح تنام وضميرها مرتاح. أنا ضميري مو مرتاح.
ليلى هيك الدنيا وهيك حكمتها. حطيت حرس على قبر ابني، فتحوا له القبر. رجعت لهون لقيت سلوى مسلمة حالها ومتى عم يستعرض عضلاته. انجي جاني وعم تصرخ ابني ابني. شو اعمل؟ هيك الدنيا وهيك حكمتها. كأنه اجينا على هالدنيا بكيفنا. في إرادة انفرضت حتى اجينا. عجبك ولا ما عجبك هذا نظام الكون. فكري فيني كمان. عم حاول انقذ البلد كلها وما عم بقدر انقذ عظام بالمقبرة. بقى عم تقولي سلوى. مع الأسف سيدي رح تتوقف. ارفع راسك يا شاكر، اختك رح تنسجن مشان شرفها. ولك زازا صار عمرك هالقد لشو هالولدنة؟ ليش لا؟ اللعب بيلتعب مع الأولاد ايه؟ زازا نهاد تغير، هلأ صار ابن حمالة ميماتي، يعني عيب صاروا قرايبين. يعني رح بقتل نهاد؟ ما بقتله. ليش؟ لأني بحب ميماتي، وإلا كنت بقتله. ها قلت لي بتحبه. انت يلي ما بتحب حدا للبشر وللحجر. ليك لا تخليني اندم لاني حكيت لك. اخي رح تعطيني الشاحنات ولا لا؟ طيب قل لي زازا شو حتعمل بكل هالشاحنات؟ اخي بدي اروح سياحة على اوروبا. قال النوم كتير كتير مريحة بالشاحنات من ورا. شلون شو بدي اعمل؟ بدي اشتغل. الو انت مين؟ وقف شوي، احكي كلمة كلمة. شو الموضوع؟ ماشي، رح قول اللي قلته لمراد علمدار. شو عم بيصير؟ احكي. خير زازا ليش عم تسأل؟ شغلة ما لك علاقة فيها. إذا ما عرفت بموت. زازا انت ما في شي بيقتلك، خلي الفضول يقتلك ويخلصنا منك بقى. زينال يلا توقعوا لي شو عم يدبر ذو الفقار اغا؟ خالي خلانا نروح من ثان ما نفكر شو عم يساوي. لا وشو اصلا هو على الموبايل؟ خالي شي بيتعلق بالمنظمة. مو مراد علمدار قتل شاه ميران؟ وليش ذو الفقار ما جاب لي سيرة؟ كان لازم يخبرني وهو عم يحتفل، ما هيك؟ يمكن بيعرف انه نحن عم نشتغل لصالح المنظمة، لهيك ما حكالنا. خالي ليش عم تسألنا قلنا؟ لو سألتوا لذو الفقار. بدي اياكم تشغلوا عقلكم، الدكاترة بيقولوا دربوا عقلكم كل يوم شي ربع ساعة. ناقصنا نعمل تمارين للعقل تبعنا. خالي حتى يستغل عقلي بيلزمني كيلو ساورما وكيلو برغل بالفول على الذنب، فوق هذا كلياته صينية بقلاوة لفكر. يا سلام. اوه خراس قال قال ابني هلا التراكتور تبع خالك
إذا ما بتعبي مازوت ما راح يطلع منه صوت. مضبوط خالي. جدو هلا اسعول. يلا هلا اكشف لي عن ظهرك. دخيل الله ما أحلاك يا أميرة. أنا شفت ناس كتير قدروا يمشوا بدي على أعيد رجليهم. الفحص جدو. ليش أنا ما عم بقدر أمشي يا دكتور؟ عم تعملي التمارين اللي قلت لك عليهم؟ إيه دكتور عم بعملهم كلهم، بس الهموم إجت فوق بعضها. يمكن هي اللي أثرت. هالشي محتمل. جدو قلبك عم يخفق بسرعة. طيب قلبي هلأ عم بيقول لك شغلة، عم تسمعي؟ قلي شو عم بيقول؟ الله يخليك دكتور، بترجاك إذا ما رح أمشي مرة تانية لا تأملني على الفاضي. نحن شو اتفقنا يا ست نازك؟ ما بدنا نيأس وما بدنا هيك تفكير ولا هيك حكي، وخلي أملنا بالله كبير. ما عم بسمع شي جدو. شلون ما عم تسمعي؟ عم بيقول أنا بحب كتير رهف الحلوة القمر. طيب دكتور طمني، مشكلة إنجي في إلها حل؟ المسكينة كل ماله عم يتدهور وضعها. قلبي عم بيقول بحب جدي وبحب ستي وبحب بابا مراد. هاتي هاي لازم نعطيها لعمو الدكتور. شكرا عمو. عفوا يا حلوة، عليها العافية. مراد الروح، مين هذا الزلمة وشو بيشتغل؟ هذا من مجموعة شهميران الخاصة، وعابد عنده. شو قال لك تقلي؟ قال لي قول لمراد على مدار خلال ساعتين بالضبط لازم يجيب كارة على مغسل الأموات. الظاهر عم يفكر يدفني وأنا عايش. لا كارا، هذا أكيد عمل له شي لعبة. المغسل بالنسبة لنا منيح معلم، يعني على الأقل منقدر منسيطر عليه. عبد الحي حدد هذا المحل لأنه أكيد عنده خطة، رح يعمل كل شي حتى ما نلاحقه. لازم نكون مستعدين. شو رح نعمل معلم؟ قبل كل شي بدنا نركب جهاز تعقب لكارا. أكيد رح يفتشوني. ايه مو غلط، أساسا هذا المتوقعينه. بنعطيهم يلي متوقعينه وبنهجم بشي مو متوقعينه. ايه مو غلط. ماشي. من هون بنقدر نشوف كل ما داخل المغسل، ما هيك؟ معلم بكل محل له رجال.
شو وينه هذا الزلمة؟ إذا بده يجي خليه يجي بقى ونخلص. كارا شو ما صار معك بتضل ماشي على الخطة تبعنا. خلص مثل ما بدك مراد. مراد على مدار، تبعت كارا على جوات المخزن. أنا ما ببعت حدا قبل ما أشوف عابد بعيني. أنا قلت لك. شو سكر معلم؟ شو هالزلمة هاد؟ مراد على مدار، شفت صورة عابد؟ شفتها. معناتها فهمت انه وقتك ضيق. من دخلت كارا على المخزن رح اقول لك وين محلهم. لبين ما اوصل لهم بيموتوا. فكلهم الحبل اللي ابعت لك كارا. لا تشغل بالك، معك 5 دقايق لتنقذهم. ماشي. خاطركم شباب. أنا رايح أنقذ عابد، أنتوا لاحقوا كارا. ايه ماشي معلم. هاي أخذت كارا. قل لي هلا عابد وين؟ طلع لوراك، وبعد ما تقطع 4 بنايات وقف. سلاح جيابك بسرعة. ليش بقى؟ مفكر بدك تكفني؟ قلت لك سلاح جيابك. إذا حابب تعال شلحني إياهم. رضا طيب هلا لا تشلح ولا شو؟ لقوا جهاز المتابعة، الكل بده ينتقل للخطة ب.
ايه معلم. عبد الحي روح طالع كارة. معلم طالعوا 3 دوابيك من جوا وحطوهم ب3 سيارات واخذوهم. رح نلاحق ال3. شو رأيك نوقفهم؟ وقفهم، أنا جاي. ماشي معلم. أعمالك. انزل لتحت. انزل يلا. أخي ما عندك احترام للأموات؟ أستغفر الله، شو أنت مجنون؟ افتح التابوت. افتح التابوت قبل ما أفجر راسك. بعد البيس هدول. إذا أنت حابب تشوف كنتك بتنفذ اللي بنحكيه بالضبط، وأصغر حركة بتعملها بنقتلك وبنقتل كنتك. جيبوه لهون. شوفوا وشه. اليوم واحد من أسعد أيام حياتي. أخيراً عميل مثلك رح يقدم الحساب لشعبنا. لازم تروح تجيب أسيادك. أنت مو من مستواي. عم تستخف فيني وأنا يلي وقعتك؟ ما تكبرها. لو باعت لي كنت اجيت، ما كان في لزوم لكل هالزحمه هي. كنتك ليكا تحت، اشتقت لك. يلا بلا ما نتأخر عليها. أنت منيحة؟ لا. روحي خليهم ينظفوا لك جرحك. ماشي معلم. ماشي. ما لقوا ولا بواحد. للأسف قدروا ياخذوا لكارة. عابد ما عندك فكرة وين كانوا حابسينكم؟ لا معلم، وقت يطالعونا لبرا كانوا يغمضوا لنا عيوننا. عبد الحي جيبوا زلمة كارة من المخابرات ولاقوا الزلمة اللي أخذوا لكارة. ماشي معلم. ابنك طلع رجال أكتر منك. قدر إنه يغير أكتر عنصر بثق فيه. اجت وحاولت تاخد بتاره مني. لا تعذب حالك معي على الفاضي. هي المرأة ما بتهمني أبدا. منيح لك أنا. من قوصها براسها ومنخلص. والله هي تابعة إلك بقى.
مثل ما بدك تقوص، بدك لا تقوص. هيك كارا رح تتوجع مرتين، ما رح تتحمل وجع موتة حفيدك بعد موتة ابنك. ما تخاف، فضل انه يموت حفيدي بدل ما يولد بين ايديك. ها هيك خليك، ما رح اقتل حفيدك ابدا، بالعكس رح يولد ورح يكبر ورح ربي لك يا انا شخصيا واعمله بطل لامتنا. منيح. المدعية طالبتك، قومي معي. انت بتقدري تطلعي. شو عم تعملي هون؟ اجيت مشان شوفك. أنا منيحة. ريحتيني. شو بتشربي؟ ما في لزوم. نطلب قهوة، خصوصي إنه رح نسهر للصبح. منشرب القهوة ومنقعد منحكي. ما في لزوم تعملي هيك. أنا حابة أعمل هيك. ليلى، ما بتقدري تجي كل يوم وتقعدي معي. لا تنسي ليلة بكرة أنا رح نام بالزنزانة. ما بعتقد إنك رح تملي مني. إذا بلشنا ننم على مراد وميماتي ما حتكفينا لا الأيام ولا الليالي. أنت شلون بتشربي قهوتك؟ رح أطلب قهوة وسط. شو خير معلم؟ يمكن جرسك خربان، فتحت ودخلت. عملت منيح معلم، تفضل. تشرب شي معلم؟ رح أعمل شاي ونشرب سوا، ماشي الحال؟ معلم بدك ما تواخذني، أنا عم بشرب من هاد. اي خلص اشرب، خذ راحتك، أنا بعمل لحالي. شو صار بشغلة كارا معلم؟ ما نجحت خطتنا، أخذوا لها كارا. وعابد معلم؟ قدرنا ناخده منهم مع إجلال. منيح، بآخر هاليوم إجاني خبر منيح. بعرف إنه الوضع صعب عليك، بس رح تمضى. رح نطلع سلوى لو شو ما صار. صرنا مثل المجانين معلم، عم نغرف المي بالسلة. على الأقل في حدا نشاركه بهمنا ونلف جراح بعضنا شو ما صار. بعد هالعمر هي أول مرة حبيت إني ضل عايش يا معلم، وأسس بيت وأعمل عيلة صغيرة. وهذا الشي رح يصير. لما أنا سمعت اليوم باللي عملته سلوى صرت متأكد أنك اخترت البنت الصح. بس السؤال يا ترى هي اختارت واحد صح ولا يمكن تكون غلطانة؟
ما عندي شك بهذا الشيء. بحياتك شفت نسر عم يطير مع عصفور؟ معلم للأسف سكروا القفص على سلوى. بعد هلأ صعب نطير سوا. شو انت ما بتوثق بكلامي؟ حاشاك معلم. قلت لك رح نعمل عرس ورح يحكي فيه عدونا وصديقنا طول العمر. بقى اتحلى فيها بس تخلص. شاكر، شاكر ما بدك تروح على البيت؟ شو يلي معصبني أكتر؟ دخلت أختي المجنونة على السجن ولا تعصيبي من ميمات الندل؟ بس أعرف أكيد رح روح. معناتها هيك ما رح تنام لفترة طويلة. حتى لو انحلت شغلة سلوى، تعصيبك من ميماتي كرماله رح يكبر. منيح منيح، خليه يكبر حتى ما يكون قدام عيني غيره، لأنه ما كبرنا تعصيبنا على زازا ما عاد سكرنا. شو عملت بهالشغلة؟ أمورها خالصة، بكرة رح نحلها. ما حكى يا عبد الحي؟ حكى معلم، بس ما بعرف إذا حكيه صح. عم بلهينا معلم. اي احكي لي إلي كمان، خليني اسمعه وانا رح قرر. معلم انا مالي اي ذنب، اتركوني روح على بيتي. لا تخاف، اذا بتحكي يلي بتعرفه رح اتركك تروح على بيتك. اقسم لك اني عم بحكي الحقيقة، انا ما بعرف حدا غير الكوافير. طيب هدي حالك، واحدة واحدة. اجت البنت لعندك، شو عملت؟ معلم في بقالطة شاير كوافير، اخذتها لهونيك وتركتها، انا ما بعرف اي شيء تاني. وهذا الكوافير زلمة معلمكم؟ طبعا معلم. وشلون عم يتواصلوا؟ هي انا ما بعرفها. عم يكذب معلم، اعطوني اياه بخليه يحكي بدقيقة واحدة. باقي ريح لي حالك دقيقة، انا بحل الشغلة. عابد، وقت اللي كنت هنيك انتبهت على شيء؟ لا معلم، بس الزلمة ما بيشبه عناصر المنظمة العاديين. شلون يعني ما بيشبهون؟ شو بدي اقول لك؟ شخصيته غريبة، شعره طويل، إله شوارب وحاطط حلق، وكابب على حاله أنيتين بارفان. الصبح بتروحوا بتشوفوا الكوافير، وإذا طلع معكم شيء اعطوني خبر، وإذا ما طلع شيء رح نضغط على المنظمة. معلم بس المنظمة ما عندها خبرهم. بالآخر رح ياخدوا كارة على المنظمة، لما رح يفوضوا عليه رح ناخده، وإذا ما مشي الحال بنجيبه غصب عنهم. ماشي معلم. وأنا شو من شاني معلم؟ خلوه هون لبين ما تنحل الشغلة، وبعدين فيكم تتركوه.
كمان بتعرفي تقري بالفنجان؟ شو عم تقولي؟ كانوا رفقاتي بالكلية يصفوا بالدور. مشهورة بالفنجان، ولا مرة طلع غلط. صار عندي فضول، طلعي لي لشوف امتى رح اطلع من السجن. هي ما لها علاقة بالفنجان، رح نعترض على التوقيف وتطلعي. أصلاً طلع هون في بدلة عرس. شوفي، بس ما يكون هذا كفن. بسمح لك تحكي علي كمدعية، بس على فنجاني ما بتحكي. إذا بقول بدلة عرس يعني بدلة عرس. بعدين شغلتها قريبة كتير. انتي عم تحكي هيك مثل العادة لحتى ترفعي لي معنوياتي. لا حياتي، أنا عم أحكي لك اللي عم شوفه. شوفي، هاي زحمة وانتي لابسة بدلة عرس، الكل عم يرقصوا وفي سلاح كمان. شوفي هيك زبطت، إذا في قواص أكيد بده يكون عرسنا، وانتي بدك تعملي حالك مو شايفة. شو صار؟ شو شفتي؟ لا ولا شي، في شي حلو كتير. لا شفتي شي زعجك؟ يمكن ما رح تتصلح بين نهاد وميماتي، وهون كمان عم يتخانقوا. خلص بكفي. رنيت على الجرس، ما في حدا بالبيت. تعا بعدين. قلت لك ما في حدا بالبيت. شو قصتك؟ شو ما عم تفهم بالحكي؟ ليش ما عم تفهم بالحكي؟ قلت لك ما في حدا. معلم، بعرف انه عقلك وقلبك هلا هن بالسجن. إذا بتعرف ليش اجيت لهون؟ أنا رح سلم حالي. قلت بعطيك خبر حتى ما أطلع عامل شغلة من راسي. حسني، إذا قلت لك ما بتسلم حالك يعني ما بتسلم حالك. يا معلم، إذا أنا انحبست ما بتفرق مع حدا. إذا أنت دخلت السجن اللي مين بده ينقذ مرت أخونا؟ شكرا حسني، ما يحرمنا منك، بس هي قضيتي إلي، ولأن قضيتي إلي ما بدي حدا يتأذى منها. يا معلم، هي ما فيها أنا وأنت. يعني خود مثال، لو أنا كنت واقع بهيك مشكلة وأنت معك تقرير مثل تقريري بالتمام، كنت أكيد عملتها مشاني. حسني، لا تخليني أضربك. يلا روح. تفضل معلم، أنا كتبت إفاتي وهي جبت لك إياها. اطلع عليها، وإذا فيها نقص أو غلط تبقى خبرني. لا، إفاتك من الأول للآخر كلها غلط. بتعمل يلي بقلك عليه. امشي. إيه بس يلا يلا. قال أنا المجنون قال. بابا لما أكبر بدي أصير دكتورة. مو كان بدك تصيري مطربة؟ بدي أصير دكتورة وغني. تسمعت لقلب جده وسمعت لظهره وعاينت ركبه، والدكتورة عاين ستي. وشو قال الدكتور؟ سربرايز، ستي رح تمشي.
أنا بحبك بابا. قال الدكتور وضعك كويس. اي والله، وقال لي انه لولا الهم كنت هلا عم امشي. ابني انت حكيت مع الدكتور ما قال لك شيء؟ تفضل دكتور. قبل شوي عاينت الست الوالدة. شلون وضعها؟ بصراحة وضع الحالي ما في أمل كبير، يعني ما عم تعطي ردود الفعل المتوقعينها، بس أنا قلت لها عكس هالشي مشان شجعها. أنا حكيت معه وقال لي الدكتور إنه رهف ما عم تهتم بستها، لو اهتمت كانت قامت من زمان. قال بدها تصير دكتورة، فشلون بدها تصير؟ شوفي تيتا، من هلا ورايح بدك تشربي حليبك، تاكلي بيض مسلوق، بدك تسمعي مني لانك تصير دكتورة، لهيك بدك تسمعي كلمتي. يا حبيبة قلبي انتي روح قلبي تيتا. قلي انت عميل ولا شو؟ رئيس، في شغلات حتى انت ما بتعرفها. شو هالشي اللي ما بعرفه؟ بتقلي فريق شاه ميران الخاص وبتقلي سري، عم تكذب علي؟ هذا الدليل كافي بالنسبة إلك؟ قدرنا نقبض على العميل كارا، ولازم ناخده على قنديلي لنحاكمه وننتقم لقتل رئيسنا البطل. وشلون أنا بدي أعرف إنكم مو عاملين مؤامرة مع القوى الإمبريالية؟ اتصل بقنديلي، اسمي الحركي شيروان، أسمائنا الحركية موجودة كلها بملفات رئيسنا شاه ميران. هلا هذا اللي شكله عميل ومبين كومبرادور هو الزلمة الخاص تبع شاه ميران؟ ليش أسس الرئيس شاه ميران هي المجموعة السرية؟ مشان يقوس براس اللي بينحرف عن تكتيك المنظمة وبيتجاوز الاستراتيجية تبعها. طيب ليش كل هالسرية؟ لأنكم أنتم موجودين من شاننا نحن؟ من شان تقوصوا براسنا نحن؟ لأنه عملاء الجمهورية التركية عم يقدروا يوصلوا لكل محل. اقعد واستنى. يا خسارة يا خسارة، ما بعرف شلون ما عم تلاقي واحد زنقيلي يلبقلك. ما في هيك واحد حواليك؟ أنا بس بشتغل كوافير. انت يمكن في حدا بتعرفه. عندي زبون غني كتير بس خجول شوي. ما بدي واحد قوي. مع هيك انت فكري ما رح يهرب، لا تخافي. ايه شو عم يصير؟ رح أسألك سؤال، إذا ما أخذت جواب رح أقص منك شغلة، بس مو شعرك. وين الجماعة تبعك؟ رفيق شيروان، حكيت مع قنديلي بقبضكم على عميل كارا، حققتوا مكسب كبير لشعبنا. شكرا سيدي الرئيس. الموضوع صار عنا، الشباب رح يروحوا معك ويستلموا منكم العميل كارا. التعليمات اللي أخذتها مو هيك سيدي الرئيس؟ وقت أنا بكون أنا بعطي التعليمات. هلأ بتكون الجمهورية التركية عم تدور عليكم بكل مكان. إذا تركنا كارا معكم بنخسره. سيدي ما منسلم كارا غير إلك، الرئيس كمال ما بيسلمه غير إلك شخصيا، وهو عم ينتظر منك مكان اللقاء. شوف يا رفيق، الرئيس شاه ميران ما عاد موجود. حتى لو كنتوا مجموعته الخاصة، إذا ما رح تندمجوا معنا بالمنظمة ما رح نسمح لكم تعيشوا. يا إما رح تلتزموا بتعليمات المنظمة، يا إما رح ينقضى عليكم مع العميل اللي مسكتوه باعتباركم عم تخونوا القيادة. سيدي الرئيس، لو كنا عملاء كنا بالإمكانيات اللي عنا رح نحصل اللي بدنا إياه،
ونحقق مكاسب شخصية لأنه وما نرجع لكم. نحن ملتزمين بقيادتنا وبخط منظمتنا لأبعد درجة، لهيك بدنا إياك أنت شخصيا تتدخل بهالقضية. شو ليش عيونك هيك منفخة؟ ما نمتي؟ لا ما نمت. أول يوم بالسجن ما بتنامي، بعد كم يوم تتعودي. مو هذا السبب، اجت مرت أخوك وسهرت معي. أي مرت أخ؟ انجي. ميماتي مين يعني؟ ليلى. شلون سهرت؟ شو هون أوتيل؟ بصراحة انصدمت لما شفتها اجت لهون. قعدنا بغرفة المدير للصبح وارتحت كتير. ولك الواحد ما بيعمل هالمعروف مع ابن أبوه. ساوتنا الأستاذة ليلى قد الكمشة. واحد بده يشيل الجرم، ووحدة بتخاطر بالشغل تبعها وبتجي على السجن من شان تسليكي. امتى رح يتزوجوا مراد وليلى؟ ما قدر يخلص من المرة المجنونة. فينا نعمل العرسين سوا. ما رح يلحقوا لوقت عرسنا. بدك تعمل العرس بالسجن؟ لا، يوم طلعتك رح طالعك من هون ببدلة العرس، وبدنا نفرجي العالم كله شلون الواحد بيعمل عرس وبيخلي كل الناس تحكي عنه. فوت ولا ما فوت؟ فوت ولا ما فوت؟ يلا عند الله ما بيضيع شي. شو خير أخي؟ جايب شغلة فيها خير كتير يا أستاذ. عم بسمعك. رح أقدم لك معلومات مهمة كتير عن جريمة قتل كنان قطرجي. اللي شو هي؟ أنا كنت بقلب الحدث. شو اللي شفته؟ مو بس شفت ودفنت كمان. قالت لي سلوى تعال الحقني. رحت كانوا عم يتقتلوا قدام الشباك، لقيت قنينة فقمت بكسر القنينة وضربته فيها برقبته، وعن سابق إصرار وترصد دفنته بالمكان تبع مسرح الجريمة. الست سلوى اعترفت بجريمتها. عفوا أستاذ، أنت بتاخد بكلام النسوان؟ إيه ما في شي المرأة بتقوله ممكن يتصدق. الست سلوى عم بتسدد لي دين بهالطريقة لأني أنقذت لها حياتها. مستعد نروح على مسرح الجريمة واشرح لكم كل شي بالتفصيل الممل. ما شاء الله حلو كتير. عقبال عندك ست ليلى. إن شاء الله. لما طلع تعيينك باسطنبول تفائلت، قلت إلا ما يطلع بهالمدينة الكبيرة حدا يسرق قلب ليلى. لهلأ ما في حدا؟ في حدا عزيزتي بس مترددة. معناتها اللي سمعته صح، مراد على مدار؟ زعلت كتير، الله يعينه. قال هو فقد ابنه. لا تسألي، بسببه مراد زعل كتير. الله يتمم على خير، إن شاء الله بتجيبي له دستة ولاد. إذا ما إجانا بتعطينا هاد، شلون ما كان عندك واحد تاني.
شو صار معك عبد الحي؟ معلم هذا السافل عم يطبق له نسوان من يلي بيجوا لعنده على المحل. سيدي النسوان أكبر نقطة ضعف عند الزلمة، بس شلون بيوصل له إياهن؟ يتصل من هالتليفون على الخط الخاص تبعه، هيك مزبطينها. في شي ساعة معينة أو يوم مخصص لتتصل معه؟ لا، كل ما وقعت وحدة بإيدي بتصل. لما بتصل بجاوب لو كانوا إيديه غرقانين بالدم. اتصل، قل له انك لقيت له وحده ما شايف مثلها بحياته. في وحدة مرتبة معلم وحابة تتعرف عليك. قديش مرتبة؟ لليوم ما شفت وحدة مثلها، حلوة فوق العادة. اجت بوقت مو مناسب، خليها تستنى. ايه ماشي معلم، مثل ما بدك. بس صار في عندي فضول، ابعت لي صورتها لشوف. شو بدنا نعمل معلم؟ إذا ما بعتنا صورة رح يشك. شغلته بسيطة، فوتوا على الانترنت ولاقوا له صورة على ذوقه لهذا السافل وبعتوا له إياها. صفوت، شوف لي هدول اللي قدامنا، مكافحة شغب ولا مرور؟ ما بعرف خالي. وليث المكافحة لتعمل دورية بهالوقت؟ ليش لا؟ ليش يعني الشغب ما بصير إلا بالليل؟ هدول مكافحة خالي. طيب وشلون عرفت؟ ها؟ واضحة خالي، هي الساعة ما في دوريات مكافحة ثغب. هلا منوقف وبنسألهم أنتم مكافحة ولا مرور؟ ليكن عم يوقفوا على اليمين خالي. أصلا نحن كان بدنا نوقفه. خالي ليس نوقف، خلينا نمرق. قدمت كل هالبلاغات للشرطة وكل هاي العمليات يلي خلتهم يعملوها بجهدي أنا. إيه، شو بدهم يعملوا معي؟ وقف ابني، وقف على اليمين، وقف. ممكن تنزلوا من السيارة؟ أخي أنتم مكافحة؟ نعم سيدي. أنا بحب المكافحة، ما بحب المرور. يلا انزلوا ابني صفوت، نجدت انزلوا. وانت كمان يلا. وهي نزلنا. خالي قال في بحقنا ثكوى ولازم نروح على المغفر. ليش مين اللي بيقدر يشتكي علينا؟ ما بعرف خالي، أنا ما قلت لك بلا ما نوقف؟ ابني منروح على المغفر ومنعرف مين هذا اللي اشتكى علينا على الفاضي ومنفرجيه. يا أخي أنتوا سوقوا ونحن منلحقكم بالسيارة. نحن منودي سيارتكم سيدي. سيارتكم محلية؟ أنا ما بحب الأجنبيات. تفضل سيدي. الله يستر. ليش عم تبكي يا مرة؟ شوف يا رجال، ليلى ليك هون وعايشة صار عندها أولاد، بس راف المسكينة مو هون. يا بنتي المنحوسة. آخ يا أمي آخ. راحت رهف، بس في رهف هون. بعدين هدية بنتنا عايشة موجودة هون. هاتي لأحمل الهدية شوي. يلا بسم الله. شو بو ابنك بنتي؟ شو عم يقولوا الدكاترة؟ قالوا عنده مشكلة بالرئتين. يعني رح يكون مصارع مثل سيدنا حمزة. لهيك حاسس انه رئتين صغار عليه، والدكاترة مفكرين صاير عنده مشكلة.
جدو الله يخليك أعطيني إياه أحطه بحضني. شو رأيكم؟ ما منطلعوا شوي لبرا مشان نشوف الشمس؟ يلا لكان خلينا نطالع. ابني سيد يشار، عرفت مكان ابني. مو وعدتني تساعدني؟ أخي على أي مديرية أمن رايحين؟ بعد شوي رح نوصل على منطقة الدرك. عنا مخفرنا الخاص آخدينكن لهنيك. أخي ليش لا تعذبوا حالكم؟ كنا منروح على أقرب مديرية أمن وخلص. خالي آخرة هالطريق مو منيحة أبدا. نجداد، خالك ما بفوتوا بطريق سد. لنشوف لوين رح نوصل بهالمشكلة. أهلا وسهلا سيادة الرئيس. أهلا فيك. شو وين كارا؟ بدنا نحكي بالأول. أنا حكيت مع القيادة، نجاحك ما رح ننساه. المكتب التنفيذي برأيه أنك رح تنفذ عمليات أكبر من المدينة. بس أنت المسؤول عن المدينة. أنا بحاجة لمساعد مثلك يقدر يثبت نفسه ويحقق هيك إنجاز. من هلأ ورايح رح تتكلف بالعمليات بصفتك مساعد مسؤول بالمدينة. بس أنا مالي متعود، ما بعرف إذا فيني على هالشي. لا تخاف منظبطها. أنا أكيد رح أمن لك الدافع لهالشي. جيبوا الزلمة. شوفوا وشو. جمال، بدي منك بس شغلة واحدة. اتركوا البنت. أي بنت؟ عن شو عم يحكي؟ سيدي، بعتنا بنت من مجموعتنا لتطبق ابن كارا لحتى نقدر نوصل له. بس للأسف رفيقتنا دارت لنا ظهرها وخانت مبادئنا. وهي جيبوها. جمال، إذا بتترك البنت ما بحكي ولا كلمة عنك. ريح حالك كارا، بعد ما رح أخذك أنا شو ما قلت عبس ما رح يصدقوا. خدوه. هلأ مديرية الأمن صار عندها هيك محلات؟ خالي التليفون ما في له تعطيه هون. ابعتوا لنا هالمدير لنشوف. قال كتير متضايق. ما نجداد، انت عم تشم مثلي ريحة وسخة مثل ريحة السياقات.
أعطوه تليفون لزازا يتصل بالشرطة مشان يبلغ. بس لسانك ما عم يتحرك، ما عم تقدر تقول اسمي وما عم تحكي مثل أولاد بلدي. لشوف إذا رح بقدر صلحه. معلم، مو على اساس هدول مجموعه مستقله عن جمال؟ لما مات شهميران بقيوا بلا رئيس يحميهم، قاموا اخذوا كارا حتى يثبتوا حالهم للرئيس الجديد تبعهم. يعني هلا كارا معهم؟ هلا بنروح وبنشوف. هي؟ ايه هي قذيفة. امشوا. طلعوا فيني، لا تتركوا مراد على مدار عايش. امرك سيدي. على مدار، إذا ما بترموا سلاحكم بقتل كارا. إذا مات كارا رح تموت. اترك كارا حتى ما أقتلك. ما بيلك محل تهرب. ارمي سلاحك وسلم حالك. امشي. شو وين كارا؟ شرحت لكارا عن نضالنا بالتفصيل واقتنع، وقرر انه ينضم لنضال شعبنا. بس أنا ما بعرف شو رأيه لكارا. يلي بعرفه إنك رح تروح على جهنم. شو قصدك شبكي؟ أنا رح أقول تساعدوني. عابد جيب السيارة. اللي وينه كارا؟ عم قلك وينه كارا؟ أخذوا جمالي ودي على قنديل.